النهارده إن شاء الله هنتكلم عن طالب علم. طالب العلم ده كان ماشي في الشارع، كان جعان جدا ومعهوش فلوس خالص. فهو معدي عدى ببيت قصر حد من الأغنياء كده، فلقى في البيت ده طالع منه شجرة تفاح، تفاحية متدلدلة بره الشجرة. فالراجل عمل ايه؟ بيقول اكلها، طب لا حرام مش بتاعتي، اكلها لا مش بتاعتي. فقام جاي اخدها واكلها. فاخدها وكلها، ضميره أنبه جدا على ان هو كل حاجة مش بتاعته. فقعد طول الليل مش قادر ينام من كتر ما ضميره مأنبه. فجه تاني يوم راح عند صاحب القصر ده وطلب ان هو يقابله. فلما قابله قال له ايه؟ قال له ارجوك سامحني، انا كنت جعان امبارح وماشي من قدام بيتك ولقيت تفاحه طالعه بره البيت فخدت منها فاكلتها. خدتها وكلتها. فالراجل استغرب جدا من امانه الراجل ده وشده حزنه ان هو كل تفاحه وهي ايه، حاجه بسيطه يعني بالنسبه للراجل. فالراجل بس هو ما بينلوش الكلام ده. فعمل ايه بقى؟ قال له لا انا مش مسامحك، انا خصيمك في الدنيا والاخره. فالراجل قال له ارجوك سامحني، انا طالب علم والله بس ما كانش معايا فلوس. فراح الراجل قال له لا مش مسامحك وسابه ومشي. قام طالب العلم مشي وراه لحقه للمسجد، صلى في المسجد هو والغني ومشي وراه. قال له طب انا ممكن اخدمك سنه كامله وما اخدش فلوس مقابل ان انت تسامحني. فالراجل اعجب بيه قوي، فقال له لا انا عايزك تتجوز بنتي. قال له بس انا طالب علم ما معيش فلوس. قال له مش هكلفك اي حاجه،